وقع تعهد رسمي أسرار جديدة من التحقيق مع شيرين وحسام حبيب بلبنان. كشفت مواقع لبنانية عن أسرار جديدة في التحقيق الذي جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما إلى الفنان فضل شاكر. وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمي بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددا في المخيم المقيم به، والذي دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبناني، حيث سمح لهما بدخول المخيم وليس زيارة فضل شاكر. وكشف الشاعر أحمد ماضي كواليس التحقيق معه وشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتهما للفنان فضل شاكر المطلوب من الحكومة اللبنانية. وقال أحمد ماضي لإتيب العربي إن الأجهزة الأمنية استقبلتنا بشكل محترم لمدة 10 دقائق فقط، ودار الحديث معهما عن كيفية الدخول إلى المخيم، وكان القاضي متساهلا بشكل كبير معنا. وما حدث هو أمر روتيني اعتيادي، ومر الأمر على خير، ولم يكن أي أزمات تعرضنا لها من جانب السلطات اللبنانية. كشفت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى عن تفاصيل استدعاء شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من جانب السلطات اللبنانية بعد زيارتها للفنان فضل شاكر. وقالت هنادي استدعت شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب خلال وجودهما في لبنان إلى التحقيق، وبناء على استنابة قضائية للاستفسار منهما عن الأسباب التي دفعتهما إلى زيارة فضل شاكر المطلوب للقضاء في مكان إقامته بمخيم عين الحلوة. وأضافت عيسى جرى الأفراج عن شيرين وزوجها حسام حبيب